انت فاكر ان اذكى حد هو الانجح؟ بالعكس، في اوقات كتير ذكائك الزيادة هو اللي بيكون معطلك عن التقدم. النهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة شوية، ازاي الشخص اللي بيفكر اقل بيوصل ابعد من الشخص اللي بيحلل كل حاجة لحد ما يوصل لشلل التحليل. استنى، يعني ايه شلل التحليل اساسا؟ والاجابه هتكون الاوفر ثينكينج او التفكير الذاتي. الشخص الذكي بيشوف كل الاحتمالات، كل المخاطر، كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل، وبعدين ما بياخدش اي خطوه. وده ليه؟ لانه بيفكر كتير وخايف يغلط. انما الشخص العادي، او خلينا نقول الاقل تعقيدا، بيشوف الفكره وبيعجب بيها وبينفذها ومش بيضيع وقت في التفكير زيادة عن اللزوم. كم مرة فكرت في مشروع أو في فكرة وفضلت تحللها لحد ما موتها، وبعدين لقيت حد أقل منك خبرة عملها ونجح؟ وكم مرة فكرت إنك تشترك وتنزل تحط لايك؟ لا، ما تهزرش وما تقولش إنك ما فكرتش. المشكلة مش بتكون في الذكاء بس، المشكلة كمان في الحركة، في التنفيذ. هتلاقي إن الشخص الأقل ذكاء عنده ثقة أكبر، لأنه ببساطة مش شايف التحديات الكبيرة اللي قدامه، وده بيخليه ياخد خطوة جريئة أنت ممكن تكون خايف تاخدها. فكل ما تحاول تعرف أكتر، كل ما تحس نفسك عايز تتعلم أكتر، وده المفروض بيأخرك، لكن هو ماشي وواثق، وده بيفتح له أبواب كتير أنت لسه واقف قدام. الأذكياء بيدوروا على الحلول المعقدة. ليه؟ لأن تفكيرهم معقد، إنما الشخص العادي مش بيعقد الأمور وبيروح للحل المباشر على طول. معظم المشاكل أساسا بتكون محتاجة حلول بسيطة، مش نظريات فلسفية. فالذكاء الزيادة بيخليك تفوت الحلول البسيطة أثناء ما أنت بتدور على الحلول المثالية اللي مش موجودة أصلا. يبقى الخلاصة إيه؟ الذكاء مش ميزة فعلا، ولكن التبسيط والحركة هما الميزة الحقيقية. مش مطلوب منك تبقى أقل ذكاء، ولكن المطلوب منك إنك تكون أقل تفكيرا وأكثر فعلا وحركة. يعني ما تحللش كل حاجة، ما تخافش إنك تغلط، وفي النهاية اللي بيتحرك هو اللي بيوصل، حتى لو بيتحرك ببطء. واللي واقف يفكر هيفضل مكانه مهما كان ذكي. يا ريت لو عجبك الفيديو تكون فكرت إنك تحط لي لايك والاشتراك في القناة عشان الفيديوهات الجاية. إن شاء الله أشوفك يا غالي في الفيديو الجاي على خير. سلام.